طيب هلا مثل ما انكم شايفين انا عندي الان لعبة بيس الصينية شغالة ما فيها اي مشاكل، بامكاني اني العب فيها بدون اي مشاكل. وايضا لما نزلت هي اللعبة وعملت عليها حساب ما احتجت لا رقم هاتف صيني ولا لهوية صينية. راح اعلمكم كيف تعملوا هذا الشيء وكيف تنزلوا اللعبة عندكم بشكل مباشر وبخطوات سهلة جدا جدا. بس عندي طلب منك، لا تتخطى ولا ثانية من الفيديو، تابع الفيديو لاخر ثانية، لاني اي خطوة بتتخطاها بهذا الفيديو ممكن يكون فيها معلومة بعدين تقول لي ما زبط الشرح. معلش لا تستعجل، شوف الشرح على راحتك وبعدين طبق الشرح وراح تحمل اللعبة بضمن لك بالمية مية. طيب الآن أنا هاي اللعبة عندي مثل ما انكم ملاحظين لعبة بيس الصينية، راح أقوم بإلغاء تثبيتها بشكل نهائي من الهاتف من عندي وأرجع أثبتها معكم من أول وجديد. مثل ما انكم ملاحظين تم إلغاء تثبيت اللعبة. هلا راح تروح تحمل تطبيقين، راح أترك رابط تحميلهم أسفل الفيديو. التطبيق الأول هو هذا التطبيق اللي هو ال HMS الخاص بهواوي، وثاني تطبيق هو متجر هواوي. متجر هواوي أول شيء راح نثبته بهذا الشكل، ننقر عليه وننقر على التثبيت. راح لكم ليش بديت أول شيء بمتجر هواوي، راح أثبت المتجر بهذا الشكل. لا مثل ما انكم ملاحظين تم تثبيت التطبيق، بنقر على تم. الآن التطبيق الثاني راح تظل لما اجي اثبته ما راح يتثبت معي، راح يظل لي مشكله. راح انقر على التثبيت. مثل ما انكم ملاحظين تم حظر هذا التطبيق، يعني حمايه جوجل بلاي حظر تثبيت هذا التطبيق واعطاني التطبيق ليس مثبتا. الحل بسيط جدا جدا، روح على متجر بلاي، متجر جوجل بلاي، واعمل له الغاء تفعيل. الغاء تفعيل بس لبين ما نثبت هذا التطبيق، لاني تطبيقات هواوي بشكل عام محظوره من جوجل بلاي مثل ما بنعرف. فالتطبيق الثاني الخاص هو التطبيقين لهواوي، ال HMS والتطبيق الثاني هم التطبيقين لهواوي. ولكن الفكره انه هي النسخه من هذا التطبيق هي نسخه قديمه، فانت لازم تحمل النسخه اللي حترك لك رابطها اسفل الفيديو في الوصف. فالان بتنقر وبتثبت هاي النسخه بدون اي مشاكل. الان بعد ما قمنا بالغاء تفعيل متجر بلاي راح تتثبت معك. مثل ما انكم ملاحظين تم تثبيت التطبيق، ما بينفتح فقط بيتم تثبيته. ننقر على تم. طيب الان بندخل على متجر تطبيقات هواوي، بيفتح معنا بهذا الشكل بكل بساطه، فيه التطبيقات والالعاب المعتاده. نحن الان راح ننقر هون على خيار انا بهذا الشكل، وراح ننقر هون على تسجيل الدخول الى حساب هواوي على هذا الخيار. الان راح يوجهك للتطبيق الثاني اللي هو ال HMS Core. راح تقوم بانشاء حساب على هواوي، بنقر هون على انشاء حساب، وبعدين هون راح تحدد البلد. عادي حدد البلد اللي بدك اياها، يعني اي بلد ما بتفرق، ولو ان مثلا تركيا بهذا الشكل تمام، او السعوديه او مصر او اي شيء بدك اياه. تنقر على التالي بهذا الشكل وبعدها اوافق بهذا الشكل. الان راح يطلب منك تاريخ الميلاد، حدد تاريخ الميلاد بهذا الشكل، طبعا يكون اكبر من 18 سنه، وبعدها انقر على التالي. الان عم بيقول لك تسجيل الدخول، الطريقه اللي بدك تسجل فيها الدخول، يعني انقر على استخدام رقم هاتف وابدا اكتب رقم هاتفك. لاحظ هون عم بيعطيك انه بده تحديث، لا تحدث، انقر على لاحقا. تمام، لا تحدث هذا التطبيق ابدا. الان هون بالرقم اكتب رقم هاتفك العادي المصري او السعودي او اي كانت بلدك، اي رقم هاتف عندك اياه عادي اكتبه هون وسجل من خلاله. تمام، اكتب رقمك وبعدها انقر على التالي. الان راح يعمل لك الشيء اللي هو الكشف الذاتي. تمام، راح يطلب منك التحقق. هذا كود التحقق هو بكل بساطه بيقول لك مكتوب طبعا باللغه العربيه، بيقول لك اختارهم بالترتيب الصحيح. اول شيء هي العلامه مثلا، ثاني شيء هي العلامه، وثالث شيء هي العلامه. مثل ما كنا ملاحظين اكتمل التحقق. الان راح يوصلك رمز تحقق على هاتفك. تمام، راح يكتب هذا الرمز، راح توصلك رساله فيها كود تحقق، راح تكتبه مثل ما كنا ملاحظين تلقائيا نتعرف عليه. بس راح انقر موافق بهذا الشكل. هلا مثل ما كنا ملاحظين انا انشات حساب على هواوي، راح انتظر ثواني لحد ما يكتمل تسجيل الدخول الى الحساب. هلا مثل ما كنا ملاحظين تم تسجيل الدخول بحساب هواوي. هلا بعد ما انشات الحساب ضل نعمل اخر خطوه، واللي هي انك تنزل للاسفل بهذا الشكل، تروح على خيار الاعدادات وبعدها تنزل للاسفل على خيار البلد تمام والمنطقه، تنقر هون على تغيير البلد، راح تنقر على موافق وبعدها هون من البحث راح تكتب الصين، راح تحول المتجر الى الصيني. تمام، بعد ما عملت حساب برقمك وبلدك العاديه ما في اي مشكله، راح يطلب منك انك تكتب كلمه السر لما تيجي تبدل البلد، فبتكتب كلمه السر وبتنقر بعدها على موافق. راح ننتظر ثواني. مثل ما كنا ملاحظين بلدك منطقتك الحاليه هي الصين، راح انقر موافق. الان كل المتجر عندي راح يتحول لمتجر صيني، راح انقر على اوافق بهذا الشكل. والان مثل ما كنا ملاحظين تم تحويل المتجر لمتجر صيني، كل الالعاب والتطبيقات الصينيه صارت موجوده عندي. هلا راح تروح هون في البحث وتكتب اي فوتبول 2025، راح تظهر لك هي اللعبه اللي هي لعبه بيس تمام بهذا المكان. الان راح تقوم بتثبيت هي اللعبه عندك على الهاتف بشكل مباشر من خلال نقر على زر التثبيت بهذا الشكل. راح يبدا تثبيت اللعبه مثل ما ظاهر عندك بالشريط الاسفل. طبعا حجم اللعبه بحدود 2 جيجا بايت، فانت لازم تنتظر لحد ما يتم اكتمال تحميل اللعبه. طيب هلا بعد ما اكتمل التثبيت بس انقر على فتح بهذا الشكل. طيب هلا بعد ما نقرت على فتح راح تفتح معك، انقر على هي الزر باللون الاخضر مكتوب بالصيني. طبعا الان راح يبدا يحمل شويه ملفات بشكل سريع، لانه بعد اكتمال تحميل هي الملفات راح ننتظر ثواني وراح تبدا تشتغل معنا اللعبه. لاحظ معي الان يفترض انه يطلب منك تسجيل دخول، ولكن هو راح يقوم فعليا بتسجيل الدخول باستخدام هواوي. معكم ملاحظين راح يفتح لي الصفحه، راح انقر على الزر اللي باللون الاخضر، راح يبدا تسجيل الدخول بشكل مباشر من هواوي. راح انقر على بدء اللعبه، راح يبدا ينزل ملفات بشكل مباشر، لا راح يطلب منك لا تسجيل دخول بهويه او رقم ولا اي شيء. خلص هو اوتوماتيكيا انت حملت هذا التطبيق او حملت هي اللعبه من متجر هواوي، فهو سجل دخول بحساب هواوي اللي نحن عملناه حساب صيني مثل ما تعرفت قبل شوي. بس
طبق معي الخطوات خطوة بخطوة وراح تنجح معك طريقة مثل ما الآن نجحت معي. أنا لاحظت وحذفتها ورجعت ثبتها، وبإمكاني إني حمل أي لعبة صينية بنفس هي الطريقة بدون حاجة إلى هوية. مثل ما انكم لاحظين باللي تم التحميل راح انقر على هذا الزر، راح يرجع يدخلني على اللعبة مرة أخرى. هلا مثل ما انكم شايفين راح يفتح لي إعدادات اللعبة، راح يسألني مباشرة عن طريقة اللعب، يعني بدي إياها سواء كان بالأزرار أو باللمس. فأنا راح أختار، صراحة ما بعرف ما بتذكر الأزرار أنه لازم أضغط، راح أضغط مثلا على هذا الزر. مثل ما انكم ملاحظين بدأت اللعبة، اشتغلت اللعبة بدون أي مشاكل. راح أخفض الصوت بالموسيقى، ومثل ما انكم ملاحظين تم اشتغال اللعبة بالنسخة الصينية بآخر تحديث بدون أي مشاكل، وأنشأت الحساب. لا احتجت لا إلى هوية ولا إلى أي شيء، بس طبق الخطوات مثل ما ذكرت لك وكل شيء راح يمشي معك تمام التمام بدون أي مشاكل. بس هذا كان فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.